هلا والله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. مثل ما شفتوا عنوان الفيديو، نصائح الطلاب المقبلين من الخامس الى السادس الاعدادي. يعني طالب سادس انا دفعة 26. راح اعطيكم بعض النصائح مالاتي، يعني من بداية العطلة الصيفية لحد فترة المراجعة. يعني كل طالب يمر باخطاء، يعني اي طالب يمر باخطاء، بس انتم اتمنى تستمتعون النصائح او الاخطاء وما تسوونها وما تكرروها مثلنا. أول شي اللي هي العطلة الصيفية، تبي تبدون اقرأوا أول شي الأفصل البداية، لأنه كلش مهمة، راح تمتحنون بها الشهر الأول والثاني ونفس الوقت تمتحنون بها نصف السنة. يعني هي تقريبا 90% هي تحدد دخولكم الوزاري. يعني حاولوا ضبطوا أول 4 أفصل أو 3 أفصل بالبداية، كلش ضبطوهم وحلوا وزاريات واقروا كأنه باكر عندكم امتحان. يعني انتم مو تقولون احنا نقرأ وبعد هواي الامتحانات، لا، يعني اقرأوا بتركيز من البداية، تقرون بتركيز ونفس الوقت أي شي تقرون يلخصوه وياكم. يعني أي موضوع تقرون اكتبوا الملاحظة، القوانين، أي شي مهم عن هذا الموضوع اكتبوا ولخصوه. يعني مدري تراجعون، بس هاي الورقة ملخصينها تراجعونها وتذكرون كل الموضوع ملاحظاته وقوانينه وكل شي تذكرون عنه. وأهم نقطة وأهم شي إنه لا تسخطون أبد. يعني هي صح عطلة صيفية، بس احنا هاي لازم نتعب، لأنه هاي المرحلة هي مرحلة مصيرية اللي هي تحدد مستقبلنا. فأبد هاي عطلة لا تضيعونها. حاولوا شدوا حيلكم واقروا وضبطوا المادة. يعني أقل شي 3 أفصل أو 4 أفصل ضبطوهن عمود بين الدوام، انتم أبد ما تتعبون. حاولوا التزموا كل شي، سووا لكم جدول وخليكم على نظام واحد. هسه نرجع ثاني نقطة اللي هي بداية الدوام المدارس. انتم راح تبدون المدرسة، راح تلقون نفسكم مضبطين الأفصل البداية، يعني ما راح تتعبون المدرسة، بس هيك مجرد تراجعوهم. راح يجوا بالشهر هم تراجعوهن، ونصف السنة هم راح تراجعوهن. يعني أول أفصل راح تضبطوهن كلش، بس كنتم من البداية تقروهن عدل وحافظين بتركيز كلش، كونوا قارين بتركيز حيل. حاولوا التزموا وين المدرسة، يعطوكم تحاضير. هي صح مدرسة حصل الضغط، بس لازم يعني واحد يلتزم يتعب شوية. يعني التزموا ويا كل محاضرة مدرسة تنطيها، يعني على كافة الجدول اليومي. وأهم شي تشدوا حيلكم بالشهريات الفصل الأول. يعني حاولوا تجيبون بالسبعين، ونصف السنة راح تجيبون بالسبعين، راح يصير يعني 75 بالفصل الأول. مثلا نقول جبتوا بالرياضيات الفصل الأول 75، ونصف السنة هم 75، راح يصيرون يجمعوهم 150. من يقسموهن على 3 حيطلع 50 داخلين وزاري. يعني حتى لو ورا نصف السنة ما امتحنتوا شهر ثاني أو شهر أول، يعني عادي انتم داخلين وزاري بمادة الرياضيات. فانتوا حاولوا شدوا حيلكم بالأول الأشهر بالبداية ونصف السنة. ولا حد يقول لكم السادس صعب، السادس سهل، بس شنو اللي الطالب اللي يقرأ واللي يلتزم واللي يعني يلتزم بون، يعني كل شي يلتزم. يعني مو طالب يقرأ يوم أو شهر ما يقرأ ويقول السادس صعب، لا، وكذا واحد يلتزم ويسوي جدول ويقرأ كل يوم بيومه، ويعني يكمل كل واجباته باليوم اللي محددهن. هنا يحس السادس صدق سهل. حتى وإذا حليتوا وزاريات كل موضوع وزارياته تحسونه بعد أسهل. فأنتم من البداية يعني التزموا صح بالسادس عام، وبالنهاية ما تتندمون. بس الشهريات هاي أهم نقطة، إنه الشهريات أو نصف السنة أبد مو مقياس للوزارة، أبدا أبدا أبدا. يعني أنا لحد ما امتحنا وزاري، بس يعني أبد مو مقياس، لا نصف السنة ولا الشهريات. يعني هي بالشهريات ماكو وقت واحد طالب يقدر يقرأ، يعني راح يصير امتحان فوق امتحان، المادة شوية ضخمة. نصف السنة هم كذلك، يعني ماكو يعني وقت هواي يعني الطالب يقدر يراجع المادة. فلهذا يعني شوية درجات تقل، يعني مو مثل الوزاري أكو عندك فترة مراجعة، عندك قبل يومين الامتحان الوزاري تقدر شوية تلم المادة. بس أما نصف السنة ما تقدر، فيعني نصف السنة أبد مو مقياس، ولا الشهريات مقياس للوزاري. والطلاب اللي ناجحين من الخامس للسادس أو مطلعين أعفاء، مو نقول احنا نبلش بواحد 5 إنه بعد ما نلحق، لا، أكو هواي وقت تلحقون، تقدرون تبلشون حتى 1/6 1/7 تقدرون تبلشون وتدرسون. يعني خلوا عندكم يعني راحة بين الخامس والسادس، خليكم فد هيجي شهر أو أقل. يعني لازم تخلون راحة لنفسكم، مو دراسة من الخامس قبل السادس. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، بالتوفيق يا رب.